تخيل تفتح ألبوم صور قديم بتاع عيلتك وتلاقي صورة ليك. المشكلة إن الصورة دي متصورة قبل ما تتولد ب15 سنة. أنا في الأول افتكرت إنها مجرد صدفة لحد ما بصيت على الشخص اللي واقف جنبي في الصورة. الشخص ده كان جدي، وجدي كان متوفي قبل ما أنا اتولد. بس اللي خلاني اتجمد مكاني مش وجود جدي، اللي خلاني أخاف فعلا إن ورايا في الصورة كان واقف شخص تاني، شخص محدش في العيلة يعرفه. والأغرب إن الشخص ده كان بيظهر في صور عيلتنا كلها من أكتر من 40 سنة. والنهاردة لأول مرة هحكي لكم مين كان الشخص ده وليه صورته كانت بتظهر دايما قبل ما تحصل مصيبة. كان اسمي كريم وعندي 27 سنة. عمري ما كنت مهتم قوي بتاريخ العيلة ولا بحب اقعد اقلب في الصور القديمة. لكن بعد وفاة جدتي امي طلبت مني اساعدها في ترتيب حاجتها القديمة قبل ما البيت يتقفل. كان عندها صندوق خشب قديم مطرب ومركون فوق دولاب في اوضة النوم. امي قالت لي خد الصندوق ده يا كريم، شوف فيه صور قديمة يمكن نحتاج منها حاجة. نزلت الصندوق وفتحته، كان مليان صور بالابيض والاسود وصور ملونة قديمة وبعض الأوراق اللي الكتابة عليها كانت باهتة. قعدت أقلب واحدة واحدة، صورة لجدي وهو شاب، صورة لأمي وهي طفلة، صورة لفرح خالي، وبعدين لقيت صورة وقفت إيدي عندها. الصورة كانت متصورة في حوش بيت قديم، جدي واقف في النص وعمامي حواليه. لكن في طرف الصورة كان في طفل صغير، ولد لابس قميص أبيض وبنطلون غامق وشبهي بشكل غريب جدا. قربت الصورة من وشي وقلت ماما مين الولد ده؟ أمي بصت للصورة سكتت، فضلت بص عليها ثواني وبعدين قالت مش عارفة. وبعدين ضحكت، ازاي مش عارفة؟ ده شبهي جدا. قالت بسرعة يمكن عشان الصورة قديمة ومش واضحة. بصيت على ظهر الصورة كان مكتوب بالقلم صيف 1999. وقتها الموضوع عدى لحد ما حسبتها، أنا اتولدت سنة 2004، يعني الصورة دي قبل ما اتولد ب5 سنين. رجعت لأمي وقلت بس أنا مش موجود سنة 1999. أمي خدت الصورة مني وحطتها في الصندوق من غير ما تتكلم. استغربت جدا لكن ما حبيتش اضغط عليها. في نفس الليلة وانا في اوضتي فضلت افكر في الصورة. الولد كان شبهي بطريقة مش طبيعية، نفس شكل الشعر، نفس ملامح الوش تقريبا، حتى عنده علامة صغيرة فوق حاجبه الشمال نفس العلامة اللي عندي. قررت تاني يوم ارجع للصندوق. طلعت الصور كلها على الارض وبدأت ادور على صور تانية للولد، وبالفعل لقيت واحدة وبعدين واحدة تانية وبعدين واحدة تالتة. في كل صورة كان الولد موجود، لكن الغريب ان الصور كانت من سنين مختلفة. واحدة سنة 87، واحدة سنة 1992، واحدة سنة 1999. وفي كل مرة الولد كان بنفس العمر ولا كأنه بيكبر. بدأت أخاف. اتصلت بخالي الكبير سألته خالو مين الولد اللي في الصور دي؟ سكت شوية وبعدين قال وانت لقيت الصور دي فين؟ وصوته اتغير وقال اسمعني يا كريم، رجع الصور مكانها ومتسألش عنها. قلت له ليه؟ قال عشان في حاجات في العيلة الأفضل تفضل مدفونة. وقفل. طبعا الكلام ده خلاني أعمل العكس تماما. دورت في باقي الصور وفي صورة قديمة جدا لقيت حاجة أكتر. كان جدي واقف قدام بيت ريفي قديم والولد واقف بعيد عنه، لكن المرة دي الولد ما كانش بيبص للكاميرا، كان بيبص مباشرة لجدي وكأنه مستنيه. قلبت الصورة لقيت جملة مكتوبة هو ظهر تاني. بدأت أدور على البيت اللي في الصورة وبعد ساعات عرفته إنه بيت العيلة القديم، البيت اللي سابوه من أكتر من 20 سنة. تاني يوم رحت هناك، البيت كان مهجور، الباب الخشبي مكسور والنوافذ كلها تقريبا مقفولة.
دخلت كان المكان مليان تراب، وفي آخر الطرقة لقيت أوضة مقفولة بقفل حديد قديم. فضلت واقف قدامها. كان عندي إحساس غريب جدا إني شفت الباب ده قبل كده. طلعت الصورة من جيبي، بصيت على البيت في الصورة وبعدين على الباب، نفس الباب. كسرت القفل ودخلت. الأوضة كانت فاضية تقريبا إلا من دولاب خشب صغير. فتحته، لقيت جواه عشرات الصور، صور للعيلة. لكن الصور ديت كانت أغرب من اللي شفتها قبل كده. في كل صورة كان الولد موجود، والأغرب إن الصور كانت بتوصل لحد وقت قريب جدا. صورة سنة 2010، 2015، 2016، وبعدين صورة من سنة 2025 أنا موجود فيها. وقفت مش قادر أتنفس. الصورة كانت متصورة وأنا واقف قدام بيتنا، بس أنا عمري ما اتصورت الصورة دي. قلبت الصورة ولقيت مكتوب قريبا هيبقى الدور عليه. رجعت للبيت وأنا مرعوب. دخلت أوضتي وقفلت الباب وقعدت أقلب في الصور لحد ما لقيت صورة أخيرة. الصورة كانت فاضية تقريبا، مجرد كرسي خشب قديم، وفي الخلفية نفس الولد، لكن المرة دي كان واقف أقرب للكاميرا. قربت الصورة من عيني ولقيت إن ملامحه بدأت تتغير، ما بقاش طفل، بقى شبهي أنا. في نفس اللحظة سمعت صوت خبط على باب أوضتي، 3 خبطات. سألت مين، محدش رد. رجعت سمعت الخبط تاني، لكن المرة دي من جوه الدولاب. فتحت الدولاب بسرعة، مفيش حد، بس لقيت صورة جديدة وقع على الأرض. مسكتها وكانت صورة ليا وأنا واقف في أوضتي. الصورة متصورة من ورايا. رفعت عيني ناحية المراية، مفيش حد. بصيت للصورة تاني، كان في شخص واقف خلفي، نفس الولد لكن أكبر وشبهي تماما. وفي أسفل الصورة مكتوب دلوقتي دورك. من يومها الصور القديمة اختفت. أمي قالت لي إن الصندوق اتحرق، وخالي رفض يتكلم في الموضوع. لكن في حاجة واحدة لسه بتحصل لحد النهاردة. كل ما افتح كاميرا موبايلي الاقي صورة جديدة محفوظة، صورة متاخدة من غير ما اصورها، ودائما بيبقى فيها نفس الشخص واقف بعيد مستني. وانا كل يوم بلاقيه اقرب لحد الاسبوع اللي فات. فتحت الكاميرا لقيت صورة جديدة. المرة دي الشخص ما كانش بعيد، كان واقف ورايا مباشرة. كان الحاجة اللي خلتني اقفل الموبايل وارميه من ايدي ان وشه ما بقاش وش الولد، بقى وشي انا. ومن ساعتها كل ما ابص في اي صورة ليا بلاقي شخص واقف ورايا، حتى لو الصورة اتصورت وانا لوحدي. وانا بدأت اخاف من حاجة واحدة بس، ان الصورة الجاية ما يكونش فيها انا. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.